بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا بكم مع أول درس من دروس البلاغة عليكم السنة دي، وهو الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية. بس قبل ما أدخل في الدرس ده لازم تعرف الأول إيه هي علوم البلاغة عشان تعرف أنت داخل على إيه، لأن أنت بتدخل في تانية ثانوي تايه وبتدخل في تالتة ثانوي مش فاهم أي حاجة. تمام؟ طيب، علوم البلاغة أو علم، معلش السبورة علقت علم، تمام، علم البلاغة. علم البلاغة بينقسم لثلاث أقسام، عشان ما تتوهش معايا ركز معايا. علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. طيب، علم البيان ده اللي هو ايه؟ علم البيان ده اللي انت سيادتك اخدته في اولى ثانوي وخلصته كله في اولى ثانوي، اللي هو بيتكلم على التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. طبعا انت اخدتهم كلهم واخدت سر جمالهم، اخدتهم كلهم واخدت سر جمالهم. دول مفيش غيرهم في علم البيان كله، مفيش غير الاربعه دول. علم البديع 10 اخدت منهم 9 في اولى ثانوي وزودوا لك واحده عليهم في تانية ثانوي، اللي هم ايه؟ الطباق، 2 المقابله، 3 الجناس، 4 التورية، 5 الالتفات، وزودوا لك واحدة في تانية ثانوي اللي هي اسمها مراعاة النظير. بعد كده 7 و8، الاتنين دول بيجوا في الشعر فقط، معلش، في الشعر فقط، اللي هم التصريع وحسن التقسيم. وبعد كده 9 و10، الاتنين دول في النثر فقط، ما بيجوش غير في النثر، اللي هم السجع والازدواج. عذرا لو ما كفتش معايا. خلاص، يبقى ده علم البديع. علم المعاني بقى اللي انت اخدت منه جزء في اولى ثانوي وجزء في تانية ثانوي في الترم الاولاني، وبعد كده هتطلع هيزود عليك برضه في ثالثه ثانوي. علم المعاني اخدت في اولى ثانوي الاساليب، سواء اساليب انشائيه او اساليب خبريه، والاسلوب الخبري لفظا انشائي معنى. اخدت كمان اسلوب القصر، واسلوب القصر من اساليب التوكيد. بعد كده طلعنا تانية ثانوي في الترم الاولاني اخدت حاجه اسمها الايجاز والاطناب. دي فروع البلاغه اللي انت اخدتها لحد دلوقتي، دي فروع البلاغه اللي انت اخدتها لحد دلوقتي. خلاص، هنيجي بقى في تانية ثانوي في الترم الثاني زي ما انت شايف اخدنا ايه بقى او هناخد ايه؟ هناخد الاساليب الانشائيه، وبيجي يعرفك الاسلوب، في اسلوب انشائي وفي اسلوب خبري. الاسلوب الانشائي لا يحتمل فيه الصدق او الكذب، منه الطلبي وغير الطلبي. اللي بيهمني قوي اللي هو الطلبي، اللي هو الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. منهم غير الطلبي زي المدح والذم والقسم والتعجب والرجاء وكم الخبريه. والخبري قلنا اللي هو بيحتمل الصدق او الكذب. هو ده اللي يهمني، وهو ده تقريبا منهج الترم الثاني، تقريبا منهج الترم الثاني اللي هم الخمسه دول، وهم تقريبا اصعب حاجه في المنهج. طيب،
لو نكبر بقى كده الشاشة شوية هنلاقي الأسلوب الإنشائي أول حاجة من الأساليب الإنشائية وهي الأمر. أول حاجة من الأساليب الإنشائية وهي الأمر. قبل ما أقول لك على الأمثلة لازم تعرف إن الأمر ده ليه منه غرض حقيقي، هو طلب فعل شيء على وجه الاستعلاء. طيب أجيبه إزاي؟ أو فعل الأمر ده عبارة عن إيه؟ فعل الأمر بيجي عن طريق 4 صور. فعل الأمر بيجي عن طريق 4 صور. في الأسلوب المباشر وده أسهل حاجة فيهم، إن أنت تجيب فعل ماضي زي كتب فتقول اكتب، خلاص. لعب العب، سبح اسبح، وده أسهل حاجة فيهم، زي مثال قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب الحاجة التانية اللي ممكن أجيب بيها أسلوب أمر المضارع المقرون بلام الأمر، زي كتب لتكتب، فلازم لام الأمر دي تتصل بالفعل المضارع ما تتصلش بالفعل الماضي، زي لينفق، لتذاكر، لتسبح، لتمشي، لتصلي إلى آخره. يبقى عندي حاجتين، الطريقة المباشرة اللي هو الفعل الماضي زي كتب اكتب، قرأ اقرأ. الحاجة التانية اللي هو الفعل المضارع المتصل بلام الأمر. ثالث حاجة عندنا هي اسم فعل الأمر، وده هتاخده انت في النحو ان شاء الله وهتفهمه بالتفصيل. زي مثلا عليكم انفسكم، فانت لو شاطر قوي هتقول لي عليكم دي متكونه من حاجتين، جار ومجرور اللي هو حرف الجر والضمير. هقول لك ان دي كلها على بعضيها اسمها اسم فعل. ليه اسم فعل؟ لان هي فيها غرض الامر، عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم، او لما اقول لك عليك بالمذاكره يعني الزم المذاكره، او لما حد يجي يقول لك صه يعني اسكت، ده اسم فعل امر بمعنى اسكت. طيب اهم حاجه فيهم بقى المصدر النائب عن فعل الامر. ليه انت بتقول لي اهم حاجه فيهم؟ لان انت ما بتاخدش بالك منه، وممكن يجي لك في الامتحان وانت مش عارف عنه حاجه. المصدر النائب عن فعل الامر زي ما انت اخدت في الايجاز في الترم الاولاني كلمه نكره منصوبه في اول القيام، في اول الكلام، زي ما الشاعر يجي يقول لك قياما تحت رايتها قيامة. ده الشطر الأولاني. أمامكم العلا فامضوا أمامه. طيب ايه قياما دي بقى؟ قياما دي اللي هي الكلمة النكرة المنصوبة، معلش هي طالعة وحشة شوية. الكلمة النكرة المنصوبة في أول الكلام، كلمة نكرة منصوبة في أول الكلام، اللي هي قصد الشاعر إيه؟ قياما يعني قوموا قياما، قياما تحت رايتها قياما. قصد الشاعر قوموا قياما، وهنا هتلاقي فعل محذوف. طيب مثال قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني وبالوالدين أحسنوا إحسانا، وبالوالدين أحسنوا إحسانا. خد بالك من الحكاية دهيت عشان ما يجيش في الامتحان يقول لك إيه قياما تحت رايتها قياما وأنت تدور على فعل أمر ما تلاقيش أي فعل أمر. لا، هو في مصدر، والمصدر ده قدامك يعني في فعل محذوف، ربما يكون فعل امر وهو ده اللي هو عاوزه. ندخل على اللي بعد كده، الاغراض من فعل الامر. هتيجي تقول لي انا واخد في اعدادي واخد في ابتدائي ان اي فعل امر في الدنيا غرض النصح والارشاد. ده جزء او حاجه من الاغراض اللي موجوده في فعل الامر. فعل الامر ليه اغراض كتيره جدا، منها النصح والارشاد. كالمثال الأولاني، لو كان الأمر فيه فائدة للمتلقي أو للمخاطب، لو كان في الأمر ده فيه فائدة ليك مش ليا أنا، في فائدة هتعود عليك، يبقى الغرض منه النصح والإرشاد. زي مثلا لما يجي واحد يقول لك إيه صلي تدخل الجنة، طب ما أنت هتستفاد من الصلاة، يبقى إذا طالما فعل الأمر ده فيه فائدة بتعود عليك يبقى غرض النصح والإرشاد. صلي تدخل الجنة، ذاكر تنجح، ذاكر دروسك تنجح، يبقى ده امر غرض النصح والارشاد. ليه؟ لان فعل الامر فيه فائده بتعود عليك. خلاص؟ طيب يجي بقى للغرض بتاع النصح والارشاد هنا، واحذر مصاحبه اللئيم فانه يعدي كما يعدي الصحيح الاجرب. الامام علي قال البيت ده وبيقول لك احذر، ادي فعل الامر هطلعه اهو،
لازم بقى كده ايه احط عليه دايره من الاول عشان ابقى عارف انا داخل عليه. واحذر مصاحبه اللئيم. طب احذر مصاحبه اللئيم ليه؟ ايه الغرض اللي هيعود عليا؟ قال لك فانه يعدي كما يعدي الصحيحه، وخد بالك ان هنا في فتحه يعني في تقديم ولا تاخير. الاجرب ده هو الفاعل، الاجرب ده هو اللي بيعدي ايه؟ بيعدي الصحيح. يعني الخلائق السيئه بتعدي كما يعدي المرض، كما يعدي المرض. لما يكون في بعير اعاذكم الله عنده مرض ما فان هو بيعدي الصحيح. كذلك من اللئيم او الاخلاق كمان هي كمان بتعدي. ادي كده اول حاجه، واحذر مصاحبه اللئيم فانه يعدي كما يعدي الصحيح الاجرب. الغرض الثاني الدعاء. الغرض الثاني الدعاء. إذا كان فعل الأمر موجه من العبد إلى الرب فده يعتبر فعل أمر الغرض منه الدعاء. تاني، إذا كان فعل الأمر وحاشا إن الله حد يأمره، إذا كان فعل الأمر موجه من العبد إلى ربه ده يعتبر دعاء. خلاص؟ وأنا قلت لك قبل كده إن كان في ناس من مشايخنا اللي هم مشايخنا في الأزهر يجي يقول لك إيه ما تقوليش ده فعل أمر، لان لا يجوز ان انت تقول لي ده فعل امر موجه من العبد الى ربه، قول لي ده فعل دعاء وانا اديك الدرجه كامله. ولكن احنا بنقول مجازا ان ده فعل امر الغرض منه الدعاء اذا كان الامر موجه من العبد الى ربه. تاني، اذا كان فعل الامر موجه من العبد الى ربه يبقى فعل الامر ده الغرض منه ايه؟ الغرض منه الدعاء. زي ربنا تقبل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طيب، الرجاء ده يعني إذا كان الأمر موجه من الأدنى إلى الأعلى. تاني، إذا كان الأمر موجه من الأدنى إلى الأعلى، زي مثلا لما يكون خادم بيكلم سيده أو عبد بيكلم سيده أو أمة بتكلم سيدتها، خلاص يبقى حاجة هي الأدنى بتكلم إيه؟ بتكلم الأعلى. شخص أدنى بيكلم الأعلى. طيب أنا أعرفه منين؟ أعرفه عن طريق حاجتين. كنت بقول لك دايما لازم لما تيجي تحل تبص على العنوان كويس جدا قبل ما تيجي تحل، تعرف إيه اللي مكتوب. الوصيفة اللي اسمها الشرمنيون بتترجى الملكة كليوباترا. طب الوصيفة اللي هي ايه؟ اللي هي الخادمة. لما خادمة بتترجى ملكة يبقى كده انا بتكلم من الادنى الى الاعلى. طيب هو ما ادانيش عنوان، اعمل ايه؟ سيادتك لو ما ادكش عنوان تعرف عن طريق السياق. طيب هنا الوصيفة بتقول لها ايه؟ فاغفري جرأتي، فاغفري جرأتي فيا رب ذنب يتعب العذر فيه مهدت عذري. انا هنا حطيت خط تحت فعل الامر. فعل الامر ده ماليش دعوه بقى بالباقي، اصل هتقول لي انا مش فاهم بيت الشعر ده بيتكلم على ايه. باشا فعل الامر هنا موجه من مين؟ موجه من الوصيفه الى مين؟ الى الملكه. بس يبقى كده من الادنى للاعلى. طالما فعل الامر موجه من الادنى الى الاعلى ده يبقى كده رجاء. طيب الالتماس. التماس يعني اتنين متساويين في المكانه. التماس يعني اتنين متساويين في المكانه. احنا قلنا الرجاء من الادنى الى الاعلى، الالتماس الاتنين متساويين في المكانه. طيب اعرفه ازاي؟ اعرفه عن طريق العنوان زي ما قلت لك. طب ما كتبليش عنوان، اعرفه ازاي؟ سيادتك في مقدمة القصيدة العربية دايما بيبقى فيها تكليم للصاحب، زي مقدمة مثلا بتاعت امرؤ القيس في اللامية المشهورة بتاعته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنذري بسقط اللوى بين الدخول فحوملي مثلا. طيب الراجل هنا بيتكلم ايه؟ بيكلم اتنين صحابه. هتيجي تقول لي لا ما هو كان بيكلم صحاب خياليين. حتى لو صحاب خياليين اسمه ايه؟ اسمه صاحب. فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنذري بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. يبقى اذا انا عرفت ان في مقدمه القصيده العربيه الشاعر بيكلم صاحبه. طالما بيكلم صاحبه يبقى الاثنين متساويين في المكانه. طالما بيكلم صاحبه يبقى الاثنين متساويين في المكانه. طيب يجي يقول لك ايه؟ وقوفا بها صحبي على مطيهم. وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تجذع أسى وتحملي. هتقول لي وقوفا ده مش فعل، ده اسم اهو، وحضرتك حتى حاطط التنوين. باشا قفا وقوفا زي قياما تحت رايتها قياما. فاكر اللي انا قلته لك في الاول ولا لا؟ يبقى وقوفا هنا ده مصدر في فعل عنه محذوف، مصدر بينوب عن الفعل المحذوف. طيب
كويس جدا. يبقى هنا وقوفا ده مصدر نائب عن الفعل. يجي هنا هوت يقول لك ايه؟ قول ابي تمام، عشان بس تبقى واضحه شويه. قول ابي تمام متلمسا من صاحبيه ان يتاملا جمال الارض في فصل الربيع. طيب هنا يجي يقول لك ايه؟ ركز يا ابني معايا. يجي يقول لك يا صاحبي. انا اول ما يقول لي يا صاحبي ويقول لي الغرض من اسلوب الامر، انا مش عاوز اعرف الباقي خلاص. تاني، لما يقول لي الغرض من أو في الفعل الامر ده ويجي في الاول يقول لي يا صاحبي، انا مش عاوز اكمل خلاص الباقي. تقصيا نظريكما ترى يا وجوه الارض كيف تصوروا. خلاص يا ابني، ما هو جايب لك في الاول يا صاحبي، يبقى هو بيتكلم صحابه، يبقى بيتكلم ايه؟ ناس متساويه معاه في المكانه. وطالما الناس متساويه معاه في المكانه يبقى ده الناس. ما تقلقش، انا مش هشرح بس، لا ده انت هتحل معايا كمان. يعني هتقول لي على كل غرض من الاغراض هنحل عليه، سواء الامر او النهي او التمني او النداء او الاستفهام. بعد كده ندخل على التمني. عارف انت سيادتك لما تؤمر شيء غير عاقل، لما تؤمر شيء غير عاقل او يكون الامر صعب التحقيق جدا، تاني لما تؤمر شيء غير عاقل او لما يكون الامر صعب التحقيق، سيادتك كده تمشي تقوم متكعبل في الكرسي تقول له وسع من هنا شويه، لكن الكرسي يقول لك حاضر وهيمشي. ده كده انا بامر شيء غير عاقل، ده يبقى كده تمني. خلاص؟ طيب مثل قول ابي العلاء، فبيقول ايه؟ فيا موت زر. انا مش محتاج اكمل برضه بقيه البيت. بص انا بعلمك تجاوب ازاي. انا مش محتاج اكمل بقيه البيت. يقول لي الغرض من اسلوب الامر، فبيقول لي ايه؟ فيا موت زر. يبقى هو بيكلم مين؟ هتقول لي بيكلم الموت. طب والموت ده عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل، يبقى الغرض منه التمني على طول. وانت مغمض، ما توجعش دماغك وتقول لي انا مش فاهم البيت معناه ايه. انت بص على المأمور، المأمور غير عاقل، خلاص خلصنا. طالما المأمور غير عاقل، طالما المأمور غير عاقل يبقى ده تمني. فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي. طيب كويس جدا، هو بيؤمر مين هنا؟ بيؤمر النفس. طب والنفس عاقلة ولا غير عاقلة؟ ما مش هترد عليك، لا غير عاقلة، يبقى هنا هو الغرض منه التمني. وصلت معايا؟ اللي بعده التسوية. عندما تتساوى النتيجة في جميع الأحوال. تيجي تقول لي مثلا او تقول لماما انا جعان، فتقول لك في الثلاجه مثلا رز، في الثلاجه مكرونه، كل رز او كل مكرونه في الاخر هتشبع. خلاص؟ طيب يبقى النتيجه واحده، ان انت نلت الشبع او حصلت على الشبع. يبقى هنا هو تساوت النتيجه في جميع الاحوال. تاني تساوت النتيجه في جميع الاحوال. تقول له مثلا بابا انا عطشان، فيقول لك عندك عصير تفاح او عندك عصير مانجا، اشرب عصير تفاح او اشرب عصير مانجا ترتوي. ترتوي دي بقى اللي هي النتيجه. ما هو تساوت اهو، سواء شربت العصير ده او شربت العصير ده انت حصلت على النتيجه وهي الارتواء. يبقى ده ايه؟ يبقى ده تسويه. يبقى عندما تتساوى النتيجه في جميع الاحوال. مثال قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يبقى هنا النتيجة، يبقى أنتوا سواء صبرتوا أو ما صبرتوش النتيجة واحدة. النتيجة هنا واحدة. خد بالك بقى، طالما أنت فهمت معايا التسوية، خد بالك من كلمة أو أوي، لأن أو في الغالب بتفيد التسوية أو بتفيد التخيير بعد ما هتاخد، زي ما هتاخد بعد شوية تاني. أو هنا ممكن تفيد التسوية، ده لما تلاقي نتيجة، أو تفيد التخيير في الغالب، ده لو مش هتلاقي نتيجة، زي ما هناخد بعد شوية. بس خليك بس فاكرها عشان هيجي وقتها. اللي بعد التعجيز. لما أمرك بشيء مستحيل إن أنت تعمله، مستحيل إن أنت تعمله، يعني بطلب منك حاجة بعجزك. حتى أنت بتقول لواحد مثلا إيه لما بيأمرك بحاجة صعبة جدا، فبتقول له إيه؟ ما تعجزنيش. ما تعجزنيش يعني ايه؟ يعني انت بتؤمر شيء مستحيل ان انا احققه. مثال قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. شاكين في القرآن اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب
فأتوا بصورة من مثله، ألفوا زيه. انتوا بتقولوا القرآن ده هوت مشكوك فيه، القرآن ده مؤلف، هاتوا زيه. بقالنا قد ايه؟ بقالنا اكتر من 1400 سنة محدش عرف يجيبه، اذا ده طلب تعجيزي. طب لو حد عرف يعمل كده خلاص، يبقى هم عندهم حق، ولكن ده شيء مستحيل ان انت تحققه، مستحيل ان انت تعمله. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا ده في الماضي، ولن تفعلوا في المستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى ده مستحيل إن أنا أعمله. يبقى لما يكون مستحيل، شيء مستحيل، بأمرك بشيء مستحيل، يبقى تعجيز. طيب، الاستعطاف. الاستعطاف ده اللي هو إيه؟ الاستعطاف مثل قول العباس ابن الأحنف بيستعطف المحبوبة بتاعته. الاستعطاف بيبقى فيه شيء من طلب المودة، شيء من التودد، عاوز يتودد. هو العباس بن الأحنف زي ما انت أخدت في الأدب، هو كان بيكتب دايما في الغزل العفيف، فبيقول لمحبوبته إيه؟ أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، بيتحايل عليها. دعائي مشوق بالعراق غريب، بقى كأنه غريب في أهله من كتر ما هي بتردش عليه، بيستعرفها، بيطلب ودها. اللي بعده التهكم أو السخرية أو التحقير. خلاص، لما يكون فعل الأمر فيه سخرية من الشخص ده، لما يكون فعل الأمر فيه سخرية من الشخص ده، خلاص، أو في تقليل أو تحقير منه، زي ما يدخل عليك أبوك كده وأنت نايم وسايب الدنيا كلها تضرب تقلب، وسايب أوضتك بايظة ورايحة في 60 داهية، وسايب المذاكرة بتاعتك، يقول لك نام نام، ده أنت باشا، نام، ده أنت باشا، احنا شغالين عندك، احنا جايين هنا ليه؟ عشان نخدم سيادتك، بس كده. يبقى هو ده التهكم أو السخرية. مثال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق، ادي فعل الأمر اهو، إنك أنت العزيز الكريم. طبعا لا هو عزيز ولا كريم. طيب، اللي بعده التهديد. التهديد لما تكون النتيجة سيئة للغاية، التهديد لما تكون النتيجة صعبة، زي إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل تمتعوا. طيب تمام، وبعدين فإن مصيركم النار، فإن مصيركم إلى النار. ده النتيجة هنا إيه؟ ده النتيجة هنا صعبة. بعد كده التخيير. فاكر لما جيت قلت لك أو؟ لو أنت فاكر معايا، أو هنا بتفيد إيه أو إيه؟ التسوية أو التخيير. زي إيه؟ عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. يبقى عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. هتيجي تقول لي هنا طب هنا مش تسوية، هقول لك هنا مفيش نتيجة أصلا، هنا مفيش نتيجة أصلا. خلاص؟ طيب، لحد هنا يخلص الأغراض البلاغية من الأمر. تعالى رايح فين؟ لسه هنحل وهخليك أنت اللي تحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي يقول لك هي مايز الغرض من الأمر من بين البدائل التي تلي. بيقول لك الشاعر: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. طيب، هنا بقى أنا عاوزك تميز ال الإجابات فتستبعد. يعني ممكن هنا يكون رجاء، لا ده هنا مفيش أدنى وأعلى، لا طبعا. طب تعجيز، مفيش أي في حاجة فيها تعجيز، اللي عاوز يبخل ماشي واللي عاوز يجود ماشي، اللي أنت عاوزه. طب ممكن يكون نصح وإرشاد، لا ده الراجل هنا بيقول لك إيه؟ فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد. طيب، ده هنا ربنا سبحانه وتعالى زي قوله تعالى: فمن شاء أو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو من شاء، عشان مش فاكر الآية كويس. طيب، يبقى ده الغرض منه التخيير.
اللي بعده، هو هنا بيقول لي ميز الغرض من الامر. الا ايها الليل الطويل. طيب يبقى هو بيكلم مين؟ بيكلم الليل. الا انجلي. بس خلاص انا مش عاوز اكمل. باشا هو الليل ده عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي الليل غير عاقل، يبقى الغرض منه ايه على طول وانت مغمض تمانية يا باشا. بس كده على طول، بسيطه اهي. ما كملناش حتى النص التاني من البيت اللي هو بصبح وما الاصباح منك بامثال، مش عاوز اكمل الباقي. طيب اللي بعده، يا سماء، يا سماء الشرق. بس نشيل ده. يا سماء الشرق، هنا بيكلم مين؟ بيكلم السماء. يا سماء الشرق طوفي. بس خلاص انا مش محتاج ان انا اكمل. بيكلم مين؟ بيكلم السماء، بيقول لها طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء. طيب هنا المأمور عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي غير عاقل، يبقى الغرض منه التمني على طول. اللي بعده، فعش واحدا او صل اخاك فانه مقارف ذنبا مره ومجانبه. فعش واحدا، فعش واحدا، او فاكر او اللي انا قلت لك بتفيد التسويه او التخيير. طيب او صل اخاك، في نتيجه هنا؟ هتقول لي في نتيجه، فانه مقارف ذنبا مره ومجانبه. يبقى هنا دي النتيجه. يبقى طالما تساوت النتيجه باو يبقى دي ايه؟ يبقى دي تسويه. اللي بعده، أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيا رب. ده بيكلم مين؟ بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. فيا رب قرب دار كل حبيب. طيب لما يكون طبعا فعل الأمر من العبد إلى ربه يبقى الغرض منه إيه؟ الغرض منه على طول الدعاء. طيب اللي بعده، قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. طيب هنا هتقول لي أنا مش عارف مين اللي بيؤمر مين. أكيد 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 مش أدنى وأعلى. طيب هل ممكن يكون استعطاف؟ لا، ما فيهوش أي تودد خالص. هل تمني؟ ده لما يكون المأمور غير عاقل. يبقى عندي الالتماس وعندي النصح والإرشاد. طبعا هو النصح والإرشاد عشان الفائدة بتعود عليك. يا أخي اللي بعديها، يا أخي بيكلم أخوه، يبقى الاتنين إيه؟ الاتنين متساويين في المكانة. طيب نشوف فعل الأمر فين؟ أنت معي في كل ضرب فاحمل الجرح. فاحمل الجرح. يبقى هو بيكلم أخوه بيقول له احمل الجرح. طيب لما يكون الاتنين متساويين في المكانة، الاتنين إخوات أهو، يبقى الغرض منه إيه؟ الغرض منه الالتماس. اللي بعده، واجعلي شيمة الحياء خمارا فهو بالغادة الكريمة أولى. هل ممكن يكون تمني؟ لا مش تمني، لأن المأمور هنا مش عاقل. هل هو تخيير؟ لا مش تخيير. طيب يبقى ده نصح وإرشاد، طبعا مش استعطاف. اللي بعده، المثال اللي أنا كنت بقول لك عليه، طبعا هو هنا مش هعطي لك عنوان. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قفا هنا الشاعر بيكلم مين؟ بيكلم صحابه. طيب طالما في مقدمة القصيدة العربية هو بيكلم صحابه يبقى ده التماس، لأن الاتنين متساويين في المكانة. اللي بعده، فغض الطرف، اسكت خالص، إنك من نمير قبيلة فلا كعبا بلغت ولا كلابة. لا انت بلغت كعب اللي هو قبيلة من القبائل ولا كلابة. يبقى هنا ده نصح؟ لا طبعا مش نصح. تعجيز؟ لا مش تعجيز. طيب تهديد؟ النتيجة مش سيئة، لا ده بيحقر من شأنه، يبقى ده تحقير. اللي بعده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. طيب نمسك في أو هنا، نمسك في فعل الأمر الأولاني، وأسروا قولكم أو اجهروا به. في نتيجة؟ في نتيجة، إنه عليم بذات الصدور. يبقى هنا تساوت النتيجة، يبقى الغرض منه إيه؟ تسوية. طالما تساوت النتيجة يبقى تسوية، طالما تساوت النتيجة يبقى تسوية. طيب اللي بعده، أولئك آبائي، دول آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تاني
عاوز يقول له دول اهلي، تعرف انت تجيب زيهم لما تجمعنا مجامع او مجالس بعد كده؟ يبقى ده الغرض منه ايه؟ الالتماس؟ لا طبعا مش التماس. تسويه؟ مفيش نتيجه واحده. تهديد؟ هو ما بيهددوش بحاجه، يبقى ده تعجيز، لان هو مش هيعرف يجيب له ايه زي ابائه. اللي بعده، ردوا علي من الصبا من عصر الخالي، وهل يعود سواد اللمة البالي؟ ردوا علي الصبا، واحد زعلان على ايام الصبا اللي فاتت، وهل يعود سواد اللمة الباقي؟ يبقى ده هو زعلان على اللي فات، يبقى الغرض منه ايه؟ الغرض منه تحسر. هتقولي لي انتوا ما تطناش تحسر. ما هو يا باشا انت الغرض من البلاغه هو تذوق، حتى يقول لك تذوق البلاغه. ممكن يجيب لك حاجه غير الاغراض اللي احنا كتبناها، وارد جدا على حسب فهمك. وعلى فكره ده بتكون سهله جدا، بتكون سهله جدا. طيب اللي بعده، اقل اشتياقا ايها القلب، ربما رايتك تصفي الود من ليس جازيه. ايها القلب بيكلم مين؟ الباشا بيكلم قلبه، بيقول له اقل اشتياقا. طب هل القلب ده عاقل ولا غير عاقل؟ لا، هتقول لي ده غير عاقل. يبقى الغرض منه ايه؟ الغرض منه التمني. خلاص. طيب قال تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا طيب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ده هنا العاقبة سيئة جدا، وطالما العاقبة سيئة ده يبقى ايه؟ لو انت مصحصح معايا ده يبقى تهديد على طول. اللي بعده، قال تعالى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا هم مش صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يبقى ده هو بيطلب منهم حاجة مستحيل إن هم يعملوها، يبقى ده تعجيز. طيب ربي، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. بيكلم مين؟ بيكلم ربنا. يبقى الغرض من فعل الامر ايه؟ بالظبط كده، الدعاء من قبل ما انت ايه تقرا الباقي. اوزعني ان اشكر نعمتك، يبقى ده الغرض منه الدعاء. اللي بعده، ابن الرومي بيقول بكاؤكما يشفي وان كان لا يجدي. بكاؤكما ده بيكلم منين؟ بيكلم عينين. بيكلم مين؟ بيكلم عينين. يشفي وان كان لا يجدي، فجودا فقد أودي نظيركما عندي. يبقى هو بيكلم عينيه وبيقول لهم فجودا، يبقى الغرض ايه؟ الغرض التمني، لأن المأمور غير عاقل. اللي بعده، واحد بيقول لك ايه؟ وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. طيب هو ده مش بيعود عليك بالفايدة؟ بيعود عليا بالفايدة، يبقى ده نصح وإرشاد. اللي بعده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ربنا سبحانه وتعالى بيتعجب من قولهم ومن فعلهم، يبقى الغرض منه التعجب. اللي بعده، دايما بقول يا شباب، النهي أخو الأمر. ده طلبي وده طلبي. النهي أخو الأمر، بس الأمر دايما بيبقى افعل، والنهي لا تفعل. لا مع الفعل المضارع، عشان في ناس بتتلخبط ما بين النهي والنفي. تاني، في ناس بتتلخبط ما بين النهي والنفي، الاتنين فيهم لا. النهي هو لا تفعل، لا تكتب، لا تلعب، لا تسرق، لا تنم، وهكذا. خلاص. طيب الأغراض منه ايه؟ لو انت حفظت الأمر وعرفت تحل معايا، يبقى انت هتعرف تحل ده كويس قوي، لأن الاتنين اخوات. النهي الغرض منه الحقيقي طلب الكف عن فعل شيء على وجه الاستعلاء. تمام. وصيغته المضارع مع لا النهاية، اللي هي ايه؟ اللي هي لا تفعل، اللي احنا لسه جايبينها من شوية. طيب مثل قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. طيب الأغراض البلاغية للنهي، أول حاجة النصح والإرشاد. النصح والإرشاد ده لو كان النهي فيه فائدة للمخاطب أو المتلقي، لو كان بيعود عليك بالفائدة. طيب أبو العلاء المعري بينصح مخاطبه وبيرشده، بيقول له إيه؟ ولا تجلس إلى أهل الدنايا
فإن خلائق السفهاء تعدي ولا تجلس إلى أهل الدنايا. أهل الدنايا اللي هم أخلاقهم متدنية، أخلاقهم سيئة جدا. ليه يا عم؟ لأن خلائقهم بتعدي، لأن الخلائق بتاعتهم بتعدي. طيب فاكر قول الإمام علي بن أبي طالب في فعل الأمر كان بيقول لك إيه؟ واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. ده الاتنين شبه بعض بالظبط. ولا تجلس إلى أهل الدنايا. ليه؟ لأن النتيجة فإن خلائق السفهاء تعدي. يبقى هنا في فائدة بتعود عليك، لذلك بيبقى نصح وإرشاد. الدعاء طبعا لما يكون النهي موجه إلى الله سبحانه وتعالى هي خلاص. طيب زي إيه؟ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد. لا تزد ده فعل الأمر اهو، الظالمين إلا ضلالا. يبقى طالما النهي موجه من العبد إلى ربه يبقى ده دعاء. خلاص؟ طيب اللي بعده، عاوزك بس إيه قبل ما أكمل اللي بعده، في جملة لذيذة كده ممكن نحفظ بيها. يعني مثلا بقول مثلا يا رب، ده نداء اهو، ادخلني الجنة ولا تدخلني النار. معلش عاوزك تحفظ الجملة دي. هنا ده نداء لله ربنا، لله سبحانه وتعالى. ادخلني ده فعل أمر موجه إلى الله سبحانه وتعالى. ادخلني ولا تدخلني، كل الأغراض منهم الدعاء. الغرض من الحاجات دي كلها الدعاء. خلاص؟ طيب اللي بعده الرجاء. إذا كان النهي من الأدنى إلى الأعلى، زي ما أخدت في الأمر بالظبط. تاني الرجاء، النهي من الأدنى إلى الأعلى. زي إيه؟ زي كعب بن ذوير بيرجو من النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحاسبه بأقوال الوشاة. كعب بن ذوير كان واحد سب سيدنا النبي وسب الدين الإسلامي، لأن أخوه دخل في الإسلام زي ما أنت كنت عارف، وهو ما كانش راضي بكده. طبعا حسن إسلامه بعد ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام خلع عليه بردته، يعني عطاله البردة بتاعته اللي هي عاملة زي العباية كده، لذلك سمي بشاعر البردة. لكن في الوقت ده هو كان بيصالح سيدنا النبي، فبيقول له إيه؟ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل. الالتماس لما يكون الاثنين متساويين في المكان. يبقى قلنا الرجاء من الأدنى للأعلى، الالتماس الاثنين متساويين في المكان. هتعرفوا عن طريق السياق. لما إيليا أبو ماضي بيلتمس من مخاطبه التواضع وعدم التكبر، فبيقول إيه؟ يا أخي، أنا أول ما بلاقي يا أخي دهيت خلاص أنا مش محتاج إن أنا أكمل. يبقى هو بيكلم واحد متساوي معاه في المكانة. لا تمل بوجهك عني. هتقول لي حتى هو بيكلم شخص خيالي، يعني ما بيكلمش أخوه، ده بيكلم أي حد فبيسميه أخوه في الإنسانية. هقول لك حتى لو كده هو بيكلم وبيقول يا أخي. طيب عاوز إيه؟ لا تمل بوجهك عني. يعني لما بكلمك كده ما تلوحش وشك. لا تمل بوجهك عني، لا تدر وجهك عني إيه تكبرا وتفاخرا. لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقده. طبعا هو المقصود إن فحمة إن هو شيء حقير جدا، والفرقد اللي هو بيبقى نجم عظيم في القطب الشمالي. التمني لو كان المنهي عنه غير عاقل، زي الأمر زي الأمر بالظبط، المنهي عنه غير عاقل. زي الخنساء بتقول إيه لما كانت بترثي أخيها صخر، فبتقول إيه؟ أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. تاني، أعيني بتنادي عينيها، أعيني هي بتنادي عينيها. جودا لا طبعا ده أمر غرضه التمني. طيب لا تجمدا ده الغرض برضو منه التمني. ليه؟ لأن هي بتكلم شيء غير عاقل وهو عينيها. ألا تبكيان لصخر الندى. اللي بعده التوبيخ فيه شيء من اللوم والعتاب. التوبيخ فيه شيء من اللوم والعتاب. زي ايه؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ما تنهاش الناس عن خلق معين زي الكذب وانت تكذب، عار عليك إذا فعلت عظيم. التحقير
زي ما كنت بقول لك فعل الأمر، لا تطلب المجد. ليه يا عم؟ إن المجد سلمه صعب. ده المجد ده اللي هو الدرجة العالية الرفيعة. ما تطلبش المجد. ليه؟ لأن المجد ده صعب عليك قوي. خليه لإيه؟ خليه لأصحابه. وانت بقى ايه؟ عيش مستريحا ناعم البال. نام واستريح، نام وارتاح، يأتيك النجاح. ما تطلبش انت المجد خالص. التيئيس. التيئيس هو فقدان الأمل. التيئيس هو فقدان الأمل وانقطاع الرجاء. خلاص؟ زي ايه؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ لا تعتذروا. ليه يا رب؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاص، قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب نحل بقى. ميز الغرض من النهي. طيب هو عاوزنا كده نميز الغرض من النهي. بيقول ايه؟ قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا. ده بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى. محتاج تبص على الباقي؟ لا خلاص. يبقى الغرض من النهي ايه؟ من قبل ما تبص، الغرض منه الدعاء. خليه بقى بالاحمر احسن. طيب يبقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى الغرض هنا الدعاء. اللي بعده: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. طب هنا الراجل ده عاوز منك حاجة كويسة. هل ممكن يبقى توبيخ؟ لا مش توبيخ طبعا. لا. تحقير؟ لا ما بيحقركش. خلاص؟ يبقى هو حاجه من الاثنين، يا اما الحث يا اما الالتماس. طب الحث ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيدفعك دفعا تجاه شيء حلو انت ممكن ان انت تعمله ويعود عليك بالفايده. يبقى ده ايه؟ يبقى ده طبعا حث على طول من غير ما افكر. اللي بعده: يا ليل. هل انت محتاج تكمل كده؟ تاني، هل انت محتاج تكمل كده؟ بيقول لك يا ليل. هل الليل ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى المفروض ايه؟ يبقى المفروض تمني. طب انت محتاج ان انت تعرف معنى البيت عشان بتقعد في الامتحان محتاس ويجوا ينادوني مش فاهمين معنى البيت، حد يفسر لي معنى البيت. يا ابني انت مش محتاج. مش محتاج ان حد يفسر لك معنى البيت. محتاج بس يكون في ايه؟ في شويه عقل. التذوق. اللي بعده: الهي. محتاج ان انت تكمل كده تاني. الهي بيكلم مين؟ من العبد الى الرب. لا تعذبني. يبقى الغرض منه الدعاء. فهمت؟ اللي بعده: لا تطلب المجد واقنع. فبطلب المجد صعب. صعب عليك يا حبيب المجد، صعب عليك النجاح. يبقى ده ايه؟ هل هو رجاء؟ لا. هل هو التماس؟ لا. تيئيس؟ لا. ده بيحقر من شأنك. بيحقر يا باشا من شأنك. اللي بعده: قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي. يبقى ده ايه؟ على طول دعاء. اللي بعده: يا خليلي. مش يا خليلي. عاوزك تقرأ صح. بالله عليك القراءة الصح هتخليك تجاوب صح. لأن أنت لما تقرأ غلط سيادتك دماغك هتروح لحاجة تانية. دماغك هتروح لمعنى تاني خالص. هنا يا خليلي بمعنى يا صاحبي. طيب واحد بيكلم صحابه يبقى إيه؟ على طول من غير ما نشوف يبقى التماس. سهل يا شباب. اللي بعده: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تاني: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله. المجد اللي هي الدرجة العالية الرفيعة، ما تحسبهاش حاجة سهلة كده. لن تبلغ المجد يعني مش هتبلغ الدرجة العالية الرفيعة دي لما ايه؟ تلعق الصبر. يعني ايه؟ تتمرمط شوية. يبقى ده ايه؟ توبيخ. اللي بعده: فلا تقتليني إن رأيت صبابتي إليك فإني لا يحل لكم قتلي. فلا تقتليني. فلا تقتليني. التون دي مش بتفكرك بحاجة؟ هل ممكن تبقى توبيخ؟ لا. هل هنا المأمور غير عاقل؟ لا. هل هي فيها تيئيس؟ لا. يبقى الإجابة هي استعطاف على طول. لو وقفت معاك استبعد. طيب: لا تطمعوا في نصرنا بعد فعلكم. ما تطمعوش ان احنا بعد كده هنجيلكم تاني ننصركم. فقد ظهرت شحناؤكم وبدا الغل. لا تطمعوا، مش هيحصل تاني. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى صح. يبقى ده ايه؟ تيئيس. اللي بعده:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أخذناها قبل كده. عار عليك إذا فعلت عظيم، ده التوبيخ. لا تأمنن عدوا لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. طبعا هو الصل ده نوع من الحياة. لا تأمنن عدوا لان جانبه، الراجل هنا زي ما انت قلت كده بينصحك، يبقى ده نصح وارشاد. سأضحك يا سماء، بيكلم مين؟ بيكلم السماء. عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل، يبقى على طول ايه؟ على طول تمني. ما كملتش الباقي، مش محتاج تكمل الباقي. اللي بعده، يا من يعذب من يشاء بعدله لا تجعلني في الذين تعذبوا. طبعا هنا هي مش نصح وإرشاد خلاص، ولا هي تمني، هي رجاء، لأن هو شيء مطموع في نيله. طيب ممكن نكتفي بكده عشان بس ما ناخدش وقت كبير، ولو في أي حاجة ممكن تبعت لي، تكتب لي تحت في الكومنتات خلاص، أو هتلاقي رقم الواتساب عندك، أي حاجة تقف معاك صورها وابعتها لي وأنا تحت أمرك، لا يمكن أبخل عليك، بس عشان الوقت بس ما يطولش. يعني أنا آثرت إن أنا أحل معاكم عشان أوريكم إن الموضوع سهل، بس برضو بيبقى فيه حاجة تانية، إن الفيديو بيطول شوية، فأنا مش عاوز كده. فلو في أي حاجة ابعت لي وأنا مش هبخل عليك بأي حاجة. طيب الاستفهام غرضه الحقيقي طلب معرفة شيء مجهول. على فكرة عاوز أقول لكم على حاجة، الاستفهام دايما مش غرضه إن أنا أبقى مستني جواب منك. يعني مثلا لو انت سايب المذاكره وقاعد دلوقتي تتفرج على مسلسلات او على افلام، ويدخل ابوك عليك يقول لك هو انت ما بتذاكرش خالص، فطبعا هو مش مستني منك اجابه، لان انت لو قلت له ما بذاكرش يبقى انت كده عاوز تشيل الراجل يعني. فهو مش طالب منك اجابه، هو الاستفهام كده ايه؟ هو استفهام بيوبخك، وده غرض من اغراض الاستفهام اللي لسه هناخده بعد شويه. يبقى مش شرط ان انا ابقى مستني منك اجابه. خلاص طيب، دي حاجه. الاستفهام غرضه الحقيقي قال لك طلب معرفة شيء مجهول. أدواته ممكن تكون حروف زي الهمزة وزي هل، ممكن تكون أسماء زي ما أو من أو متى أو أيان أو أين أو أن أو كيف أو كم أو أي. ولو وقفنا عند كيف شوية، كيف دي ممكن أنا أستخدمها للكيفية زي ما مكتوب كده تحت، لما الشاعر أبي تمام بيوصف الربيع فبيقول يا صاحبي تقصيا نظركما تريا وجوه الأرض كيف تصوروا. وهنا هو بيتكلم على الكيفية خلاص، مش استفهام خالص. يبقى لازم انت تقرأ كويس وتعرف البيت بيقول لك ايه او القطعة النثرية بتقول لك ايه. طيب الأغراض البلاغية للاستفهام: واحد، التعظيم، إذا كان الاستفهام فيه إعلاء من شأن المستفهم عنه. تاني، إذا كان الاستفهام فيه إعلان عن شأن المستفهم عنه، ودي 90% تقريبا يعني من الشعب المصري بيبقى عنده الحكاية دهيت. تلاقيه مثلا إيه راكب عربية ودخل في العربية اللي قدامه خرشمها، فنازل يقول له بقى إيه عشان ما يضربوش بقى، يقول له أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ فده بيبقى الاستفهام غرض منه التعظيم، هو ما حدش عارف يكلم مين يعني خلاص. او يطلع الموبايل بقى يقعد يكلم، ان شاء الله يكلم بواب بيتهم عشان بس ايه يبقى مع تعظيم بقى، انت مش عارف انت بتكلم مين. طيب مثل قول الشاعر معظما نفسه ورفع من شأنها: أضاعوني، ضيعوني من إيديهم، وأي فتى أضاعوا، هم مش عارفين هم ضيعوا مين من إيديهم، ليوم كريهة اللي هو أيام الحرب، وسداد ثغر، هم مش عارفين هم ضيعوا فين، وأي فتى أضاعوا. طيب اللي بعده، التقرير. مهم جدا مهم جدا ان انت تبقى عارف التقرير اذا جت بعد اداه الاستفهام نفي، يعني انا مش محتاج اكمل بعد كده، لا مش محتاج تكمل بعد كده بقيه البيت، مش محتاج بعد كده تكمل قراءه. اذا جت اداه استفهام بعدها نفي، ده يبقى ايه؟ ده يبقى تقرير. تاني، اداه استفهام بعدها نفي يبقى تقرير. زي ايه؟ زي قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الله، يبقى أداة استفهام بعدها إيه؟ بعدها نفي.
خلاص. أو أقول لك أوليس الذي خلقهم بقادر على أن يخلق مثلهم. يبقى ليس، ليس دي من أدوات برضو النفي. طيب الشاعر هنا بيقول لك إيه؟ أولا ترى. يبقى هنا استفهام بعده نفي. محتاج أكمل بعد بقية البيت؟ لا، مش محتاج تكمل بقية البيت، خلاص أنت كده زي الفل. استفهام وبعده نفي يبقى تقرير. بس نقرأ البيت برضو. أولا ترى الأشياء إذا هي غيرت سمجت وحسن الأرض حين تغير. مش فاهم معنى البيت، مش مهم، مش مهم. استفهام بعده نفي يبقى تقرير، استفهام بعده نفي يبقى تقرير. محتاج بس ان انت تحفظ دي. استفهام بعده نفي يبقى تقرير. اللي بعده النفي. طبعا انت لما تقرا كلمه نفي هتقول لي في نفي في الجمله او في نفي في بيت الشعر. لا، ده بيقول لك اذا صح ان نضع اداه النفي مكان اداه الاستفهام. ازاي الكلام ده؟ تعال اقول لك. هنا الشاعر مصطفى صادق الرافعي بيقول لك وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناس إلا بسلم. طيب هل دي هي أداة الاستفهام؟ صح كده؟ صح يا مستر، شيلها كده وحط لا. هتلاقي لا يترقى الناس إلا بسلم، والجملة مشت معايا وصحيحة 100%. يبقى إذا لو أنا شلت أداة الاستفهام وحطيت مكانها أداة نفي ومشت معايا الجملة يبقى ده نفي. تاني، إذا شلت أداة الاستفهام وحطيت مكانها نفي ومشت معايا الجملة يبقى ده نفي. اللي بعده التمني. شيء مستحيل ان هو يتحقق او صعب جدا ان هو يتحقق. زي ايه؟ زي ابن زيدون بيقول يا هل اجالس اقواما احبهم. ممكن يجالس اقواما بيحبهم، بس استنى بس، بص الشطر التاني بيقول لك ايه؟ كنا وكانوا على عهد فقد ظعنوا. ماشي خلاص، هجروا الشعر. يبقى ده شيء صعب جدا ان هو يتحقق او مستحيل ان هو يتحقق. يبقى ده ايه؟ يبقى ده تمني. التوبيخ. زي ما انا كنت بقول لك من شويه كده، لما يدخل بابا عليك ويقول لك انت ما بتذاكرش خالص، طبعا هو مش عاوز منك جواب. طيب احمد شوقي بيوبخ الاحزاب السياسيه على اختلافهم، بيحملهم مسؤوليه الوضع الاستعماري، فبيقول لهم ايه؟ الى ما الخلف بينكم الى ما وهذه الضجه الكبرى علامه. ليه انتوا عاملين دوشه كده؟ ليه الخلافات اللي ما بينكم دي كلها؟ يبقى ده بيوبخهم على ايه؟ على فعله. اللي بعده التحقير. مثل قول الشاعر محقرا من شأن مخاطبه فهو يشبه وعيد بطنين الذباب. فبيقول له ايه؟ فدع الوعيد، الوعيد اللي هو التهديد، دع الوعيد فما وعيدك ضائري. فدع الوعيد فما وعيدك ضائري. أطنين أجنحة الذباب يدير. سيب التهديد، التهديد ده مش بتاعك. انت عامل زي ايه؟ زي لما تكون ذبابة جاية بتزن حوالين ايه؟ حوالين وداني. يبقى انت الوعيد زي كده بالظبط. خلاص؟ وده بيحقر طبعا من شأن المخاطب بتاعه. اللي بعده الإنكار. الإنكار إذا أنكرت عليك قولك أو فعلك. تاني، إذا استنكرت عليك قولك أو فعلك. وعلى فكرة في الغالب بيستخدم إيه؟ بيستخدم أداة الاستفهام اللي هي الهمزة، اللي هي دي. بيستخدم أداة الاستفهام في الغالب اللي هي الهمزة، بينكر عليك قولك أو فعلك. زي مين؟ زي مطران كان بيتكلم على لسان اللغة العربية، يعني كأنه هو اللغة العربية، وهي بتنكر على أهلها عدم اعترافهم بفضلها. فبيقول إيه؟ أنا العربية المشهود فضلي. ماشي تمام. أأغدو، استخدم أداة إيه؟ استخدم أداة الاستفهام اللي هي الهمزة. أأغدو اليوم والمغمور فضلي. بص هو حاطط لك إيه؟ حاطط لك علامة تعجب كده في الآخر. طيب التشويق. أقول لك على حاجة، طبعا أنت مستني تعرف الحاجة صح كده؟ وانتبهت، هو ده التشويق. التشويق إذا أنا رغبتك في أمر ما وجذبت انتباهك، زي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فأنت تقوم عامل كده، أيوة يا رب دلني. هو ده التشويق. يبقى هو ما قالش على طول ليه؟ ما دي من الأغراض البلاغية لجذب الانتباه، للتشويق. التعجب. أبي فراس الحمداني كان بيحب، ولكن كان
ما بيظهرش للناس حبه. فبيقول ايه؟ متعجب هو من نفسه، هو كان متعجب من نفسه. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. عصي الدمع يعني دمعتك مش بتنزل بسهولة. أما للهوى اللي هو الحب نهي عليك ولا أمر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر. فهو متعجب من نفسه. اللي بعده التحسر، حزن، واحد ماشي ضايع متحسر على حاله. فبيقول ايه؟ بما التعلل او بما التعلل لا اهل، مفيش اهل، لا وطن، لا نديم، مفيش صاحب، ولا كأس ولا سكن، مفيش حاجة خالص، الدنيا بايظة. يبقى ده ايه؟ تحسر. اللي بعده التسوية، عندما تتساوى النتيجة في جميع الأحوال. طبعا احنا أخدناها قبل كده وعارفينها كويس قوي. وسواء عليهم أأنذرتهم، واخد بالك من الهمزة دي؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم. النتيجة إيه؟ النتيجة متساوية. النتيجة متساوية يبقى إيه؟ تسوية. لا يؤمنون. تمام؟ تمام. الاستبطاء، احنا هنوصل امتى بقى؟ هنخلص امتى بقى؟ ده استبطاء. احنا هنخلص امتى بقى؟ ده استبطاء. فهنا المتنبي بيعبر عن طول مدة السفر، فبيقول ايه؟ حتام، حاجة كده ايه اللي هي الى متى، او حتى متى. حتى متى نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم. هنوصل امتى بقى؟ ده مستبطئ الموضوع. يلا بينا نحل، وبرضه في السريع عشان ما نطولش الفيديو. ميز الغرض من الاستفهام بين البدائل التي تلي. وفيما يقيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة. بيفكرك بحاجة ده في البيت بتاع أحمد شوقي: إلام الخلفة بينكم إلامة وهذه الضجة الكبرى علامة. يبقى ده إيه؟ زي ما أنت قلت كده، توبيخ. يا ويلتاه، ده واحد إيه؟ ده واحد بيلطم أهو. أيبقى في جوانحه فؤاده وهو بالأطلال مرتهن. ده فيها كذا حاجة صعبة دي. أيبقى في جوانحه فؤاده وهو بالأطلال مرتهن. طيب، هل ده ممكن مثلا يبقى تقرير؟ طب نشوف أداة الاستفهام دي. أداة الاستفهام هنا أهي. هل في بعدها نفي؟ لا، ما فيش بعدها نفي، يبقى مش تقرير. يبقى اتفضل لي 3. طيب، فاضل لي النفي والاستبعاد، فاضل لي العتاب واللوم، فاضل لي التعجب والإنكار. طيب، ممكن يبقى عتاب ولوم؟ لا، ما يبقاش عتاب ولوم، هو ما بيلومش حد، يبقى هو مش نفي، يبقى هو تعجب وإنكار. اللي بعده قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانت بتقرأ القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده. قال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر. في نتيجة؟ لن يغفر الله لهم. يبقى تساوت النتيجة، يبقى ده تسوية على طول. اللي بعده: أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي. فكر فيها كده، هديلك بس ثواني صغيرة تفكر فيها وممكن أساعدك. يعني فين أداة الاستفهام؟ أداة الاستفهام أي. طيب، هل بعديها نفي؟ لا، مفيش بعديها نفي، يبقى هنا إيه؟ مش تقرير. طيب، ممكن يبقى تحسر، ممكن يبقى تحقير. لا طبعا مش تحقير، هو بيحقر من شأن مين؟ يبقى طبعا مش تحقير. أنا خلي بالك أنا بساعدك. طيب، تحسر ولا نفي؟ اوعى تقول لي تحسر، اوعى تقول لي تحسر. ليه يا مستر؟ ممكن يكون نفي. ممكن يكون نفي يا باشا. مش النفي انا قلت لك شيل اداه الاستفهام وحط اداه النفي، لو مشت معاك الجمله يبقى ده نفي. تعالى كده شوف: لا شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي. اي حاجه موجوده في الغرب عندي منها. اللي بعده: اذا لم تظر ارض الخصيب ركابنا فاي فتى بعد الخصيب تظور. فاي فتى، ده في ايه؟ ده في اعلاء من شأنه. يبقى هنا ايه؟ يبقى ده تعظيم.
يقول لمن يلحاه في بذل ماله أأنفق. استخدم هنا ايه؟ استخدم هنا الهمزة، خلي بالك. استخدم هنا ايه؟ استخدم هنا الهمزة. طيب، أأنفق أيامي وأترك مالي. طبعا هنا مش نفي ولا هي تقرير، عشان ما جاش بعديها أداة نفي، فعندي التحسر والإنكار. طبعا هنا هو ايه؟ الإنكار زي ما احنا. اللي بعده ألم. الهمزة هنا استفهامية اهي، وبعديها ايه؟ وبعديها نفي. طب انت كده محتاج تكمل. شفت بقى الثوابت بتفيدك ازاي؟ طيب، ألم ترى أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا في أداة نفي بعد الهمزة، يبقى ده إيه؟ يبقى ده تقرير على طول. ما تقوليش نفي. النفي ده لما بشيل أداة الاستفهام وأحط إيه؟ وأحط بدلها أداة نفي. اللي بعده ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. طبعا هنا ده كان المتنبي بيخاطب نفسه. طبعا هو ممكن يخاطب سيف الدولة الحمداني، لا هو ما كانش بيخاطبه ولا يقدر ان هو ايه اللي هو يوبخه في الوقت ده. انا اسف، انا عملت هنا ايه دي في الاول. طبعا هو مش توبيخ، الاتنين قصاد بعض. طيب، هل ممكن يكون نفي؟ لا أكتم حبا قد برى جسدي، لا ده فعلا هو بيكتبه، يبقى ده ايه؟ مش نفي. في عندي التحسر وفي عندي التعجب. هل هو بيتحسر ولا بيتعجب؟ تذوق انت بقى وقول لي. وتدعي حب سيف الدولة الأم، ده يبقى تعجب. طيب، حتى متى. متى دي أنا بسأل فيها إيه؟ دايما عن الوقت. متى دي أنا بسأل فيها عن الوقت. حتى متى أنت في لعب وفي لهو. أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا ده يبقى هنا هو إيه؟ مستبطئ هذا الفعل. اللي بعده ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. ألستم هنا الهمزة وبعديها ايه؟ بعديها النفي اللي هو ايه؟ ليس. يبقى ده ايه؟ نفي ولا تقرير؟ اوعى تتلخبط، يبقى ده تقرير مش نفي. تاني، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بأحكم الحاكمين. همزة اهي وبعديها ايه؟ وبعديها ليس اللي هي أداة النفي. ده يبقى ايه؟ يبقى تقرير. طيب، نكتفي بكده. خش على اللي بعده عشان ما نطولش. خش على اللي بعده. التمني. التمني ده ان انا بيعرفه لك هو طلب حدوث امر محبوب لا يرجى حدوثه لسببين. اول حاجه لكونه شيء مستحيل. مستحيل يتحقق. انت بتطلب شيء مستحيل، مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ده ايه؟ ده شيء مستحيل. يا ليتنا نرد. الناس اللي كذبت بآيات ربنا وكفرت بآيات الله سبحانه وتعالى بيتمنوا ان هم يردوا الى الدنيا مرة تانية وما يكذبوش بآيات الله عز وجل. أو يكون شيء ممكن بس صعب قوي أو غير مطموع في نيله. زي مثلا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قارون ده للي مش عارف كان شخص غني جدا جدا جدا، فبيقولوا إيه؟ يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. طبعا ربنا قادر على كل شيء وقادر إن هو يديك المال، بس شيء صعب. طيب، أدواته. أدوات منه أصلية وغير أصلية. الأداة الأصلية اللي دايما كل الناس بتستخدمها اللي هي ليت، والغير أصلية اللي هي هل ولعل ولو. هل ولعل ولو. طيب، إذا كان الأمر المحبوب يتوقع حدوثه أو ممكن حدوثه ثم يترجي وليس تمني. لذلك كنا دايما بنقول إيه؟ التمني شيء مستحيل والترجي شيء ممكن إن هو يحدث. طيب، المتمنى ده كان يقول ممكن قريب حدوث، بستخدم فيه الأداتان اللي هي هل ولعل. بستخدم فيه الأداتان اللي هم هل ولعل، مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فهل إلى خروج من سبيل. يبقى ده ممكن قريب الحدوث أو
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نادر الحدوث دايما بستخدم فيه الأداة لو، زي فلو أن لنا قرة فنكون من المؤمنين. طيب اللي بعده ممكن نحل عليه يعني، بس مش كتير قوي عشان برضو الوقت زي ما قلت لكم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، من سورة ياسين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب هل هنا ممكن هو يكون بيستعطف حد؟ لا. متحسر؟ لا. طيب هو مندهش؟ ده في دهشة وفي تشوق. طبعا هو متشوق ان قومه يبقوا عارفين. اللي بعده قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. نفسهم يرجعوا تاني. فهل هو توبيخ؟ يوبخوا مين؟ طيب ممكن يكون استعطاف؟ لا. ممكن يكون استبعاد؟ طبعا هو استبعاد لأن ده شيء مستحيل. طيب يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ده شيء نادر الحدوث طبعا. خلاص. طبعا ده بيدل على الدهشة ولا التوبيخ ولا الندم ولا النفي. ده واحد عاوز تسوى بيه الأرض، يا ليتني كنت ترابا. يبقى ده ايه؟ ده بيدل على الندم. اللي بعده الشاعر بيقول: ألا ليت الشباب يعود يوما. الشباب يعود يوما؟ هيرجع تاني الشباب؟ كان كده كشطر. فأخبره بما فعل المشيب. طبعا استحالة إن الشباب يرجع مرة تانية. اللي بعده: فلو أن لنا قرة. هيحصل ايه؟ قرة عودة يعني. فنكون من المؤمنين. يا ريتنا نرجع تاني. هيحصل ايه؟ فنكون من المؤمنين. يبقى ده ندم. طيب اللي بعده رقم 6. ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. طبعا ده شيء مستبعد. ندخل بعد كده على النداء. النداء غرضه الحقيقي طلب إقبال المخاطب أو انتباهه وأدواته. بيقول لك إن ليه أدوات معينة اللي هي أنت أخدتها في تالتة إعدادي: أي والهمزة وآية وهيا ويا. تاني: أي الهمزة آية وهيا ويا. طبعا أي والهمزة دول بستخدمهم للقريب، آية وهيا دول بستخدمهم للبعيد، والقريب والبعيد بستخدم يا. واحدة بقى جديدة احنا ما خدناش قبل كده اللي هي بستخدمها للندبة. الندبة هي شيء للفجعة، لما أكون أنا مفجوع من شيء ما، زي مثلا لما يجي واحد زوجها يموت، بعد الشر عليكم كلكم يعني، فتقول وزوجاه أو وحبيباه أو وإسلاماه، القصة اللي عليكم. طيب يبقى ده الأدوات كلها. على فكرة ممكن ما استخدمش أداة، زي مثلا لما أنت بتنادي على صاحبك أو أنت بتنادي على صاحبتك للتنبيه، زي ما أخذتم في سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا. يوسف ده طبعا كان منادى، أو رب إني قد وهن العظم مني. طبعا ده ربي ده منادى، وحذفت هنا أداة النداء. طيب نشوف بقى الدعاء أغراضه إيه. إذا كان النداء من العبد إلى ربه، مثل دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. فاكر الجملة اللي أنا عطلك في الأول؟ يا رب ده نداء، ادخلني الجنة ده أمر، ولا تدخلني النار ده نهي. الغرض منهم إيه؟ الغرض منهم كلهم الدعاء. افتكر الكلام ده. طيب يبقى الدعاء إذا كان من العبد إلى الله سبحانه وتعالى. التعظيم إذا كان النداء فيه إعلان من شأن المنادى، مثل قول فاروق شوشة: بيعظم وبيعلي من شأن شهداء الثورة. فبيقول إيه؟
باسمكم يا أنبل من أنبتهم هذا الوطن الغالي من أبنائه. وهو هنا تقريبا بيستخدم صيغة ما أفعل في الكلام ده، هو زي يا أعظم يا أجمل يا أروع وهكذا إلى آخره. ففي الغالب بتكون تعظيم، يا أنبل من أنبتهم هذا الوطن. الحث، بدفعك عشان تعمل شيء معين، حاجة فيها ثورة، حاجة فيها حركة. بيحث المصريين، طبعا البارودي هنا بيحث المصريين على الثورة ضد ظلم الخديوي. فبيقول ايه؟ فيا قوم، عاوز ايه ده تنبيه؟ لا، يا قوم هبوا ثوروا، إنما العمر فرصة وفي الدهر طرق جمة ومنافع. التنبيه، يبقى قاعد انت في الديسك اللي جنبك واحد كده وسرحان، فتقول له محمد، ده تنبيه. خلاص؟ طيب، إذا كان النداء فيه لفت النظر المنادى مثل قول سابق بن عبد الله البربري، بينبه الخليفة عشان عمر بن عبد العزيز عشان يستمع إلى نصحه. فبيقول له إيه؟ بسم الذي أنزلت من عنده الصور، اللي هو الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، أما بعد يا عمر. يبقى هنا ركز معايا، ده للتنبيه. ممكن كمان يبقى إظهار للحب، زي مثلا هنا البهاء ابن زهير أو البهاء زهير مخاطبا أهله وهو في الغربة. طبعا هو غريب في مكان غريب، فعاوز يبين لأهله إن هو مشتاق ليهم وبيحبهم. فبيقول لهم أسكان مصر إن قضى الله بالنوى فثم عهود بيننا ومواثق. حتى لو إحنا بعاد عن بعض فبيننا عهود. العتاب، طبعا البيت المشهور، وانا كل ما اقوله يقول لي هنيدي قاله في الفيلم: يا اعدل الناس الا في معاملتي، فيك الخصام وانت الخصم والحكم. طبعا هو بيعاتب بس باسلوب شيك عشان هو ما يقدرش يقول ايه غير كده. طيب، الزجر، النداء بيبقى فيه نهي، النداء بيبقى فيه نهي عن فعل شيء. تاني، الزجر هو النداء بيبقى فيه نهي عن فعل شيء، النداء فيه نهي عن فعل شيء. زي مثلا قول علي الجارم: بيزجر قلبه. يعني ايه بيزجر قلبه؟ يعني بينهى عن فعل شيء ما. فبيقول له يا قلب، عاوز ايه؟ ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملامة. يا قلب ويحك ما سمعت لناصح، توقف بقى. خلاص، يبقى هو بيطلب منه ايه؟ بيطلب منه عدم فعل شيء ما. التحقير، انا بحقر من شأن المنادى، بحقر من شأن المنادى. زي ايه؟ اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير. طبعا هو بينبهه، لا مش بينبهه هنا، ده هو بيحقره. اذا جمعتنا يا جرير المجامع، ودي لسه كنا قايلينها في الاساليب السابقه. اولئك ابائي فجئني، طبعا ده هنا فعل الامر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب، التحسر، التحسر اللي هو الحزن الشديد على غياب او ضياع شيء ذو قيمه. زي ابن الرومي متحسر على وفاة ابنه، فبيقول محمد. زي ما قلت لك، فين أداة النداء هنا؟ أداة النداء محذوفة. طبعا أداة النداء بتبقى محذوفة للقرب، بتبقى أداة النداء محذوفة للقرب. محمد، نعم، ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد. لحد هنا يخلص الغرض بتاع النداء. ممكن نحل شوية ونشوف هل احنا فهمنا ولا لا. ميز الغرض من النداء. يا أخي، طبعا هو بيخاطب هنا أخوه. أين عهد ذاك الإخاء؟ طبعا هو مش أخوه، ممكن يكون أخوه في الإنسانية وممكن يكون أخوه بجد، أنا معرفش. يا أخي، أين عهد ذاك الإخاء؟ أين ما كان بيننا من صفاء؟ هل هو هنا بيحقر من شأنه؟ لا. طب هل هو بيتمنى؟ لا. يبقى فضل التحسر ولا العتاب؟ طبعا هو بيعاتبه، يبقى العتاب، يبقى اللوم والعتاب، إظهار اللوم والعتاب. اللي بعده، أيا قبر معن، هنا هو بينادي على القبر. كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا.
يعني بيقول له كيف واريت جثة هذا الشخص اللي كان منه البر وكان منه الإحسان. طبعا مش معقولة يكون زجر. طيب هو تمني؟ لا مش تمني، يبقى عندي تحسر وعندي تعظيم. هل هو بيعظم هنا القبر اللي وارى جثة أخوه؟ لا، لأن هو بيتحسر هنا على أخوه. اللي بعده، أيها الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تتوسد. هنا بقى لازم يكون عقلك شغال شوية. أيها الطين، هو بينادي على الطين اللي في الأرض؟ لا طبعا. فاكر لما كنا واخدين في المجاز المرسل نسى الطين ساعة أنه طين؟ يبقى هو كان بيتكلم على مين؟ كان بيتكلم على الإنسان. يبقى الإنسان كان أصله طين. خلاص، الإنسان كان أصله طين، بس هو ما خاطبهوش كبني آدم بيقول له إيه؟ يا طين أنت نسيت إن أنت طين ولا إيه؟ يبقى أيها الطين. يبقى هل هو هنا زجر ولا تحسر؟ طبعا مش تحسر. تنبيه، بتنبهني على ايه؟ بتنبهني بتقول لي يا طين؟ لا طبعا. يبقى فضل عندي الزجر والتحقير. هل هو بينهى عن فعل شيء؟ لا، ما بينهوش عن فعل شيء. يبقى هو بالفعل هو التحقير. اللي بعده، يا ايها المتحلي غير شيمته ومن شمائله التبديل والملق. طب الشمائل اللي هي ايه؟ اللي هي الاخلاق. هو صفاته كده، التبديل والملق. هل هو هنا بينبهه يا ايها المتحلي؟ بينبهه؟ لا. هل هو بيدفعه للقيام بشيء معين عشان اقول حث؟ لا. يبقى هو ذم ولا عتاب؟ طب هو بيعاتبه وبيلومه على ايه؟ ده بيقول له ده انت بتتبدل وبتتغير. يبقى هو هنا ايه؟ يبقى هو هنا ذم. اللي بعده، أيا من عاش في الدنيا طويلة، عشت مدة طويلة قوي في الدنيا، طب بتعمل ايه؟ وأفنى العمر، ضيعت العمر في قيل وقال. الودودة، الكلام الكتير، الفاكهة المحرمة اللي هي النميمة، ضيعت العمر في قيل وقال. دول قالوا ودول قالوا. هل هو كده بيعظمه؟ لا. طب بينبهه؟ لا. طيب بيحثوا على القيام بشيء معين او بيدفعوا على القيام بشيء معين؟ لا. يبقى هو هنا ايه؟ سخرية. اللي بعده، يا صاحبي، بيكلم صحابه، تقصيا نظريكما تريا وجوه الارض كيف تصوروا. طيب هل هو بيتحسر على شيء ما؟ لا، ده هو بيقول لهم بصوا على الارض جميله ازاي. يبقى طبعا مش تحسر. طيب هو ممكن يكون عتاب؟ لا، مش ممكن يكون عتاب. هو ما بيلومهمش على فعل شيء هم عملوه. يبقى فاضل التعظيم وفاضل التنبيه. ممكن تكون تعظيم، بس التنبيه ايه؟ التنبيه افضل واحسن. اللي بعده، يا درة، الدرة اللي هي ايه؟ حبة اللؤلؤ الكبيرة، نزعت، اتشالت من تاج والدها. ده يبقى في حاجة من الاتنين كده، يا ماتت يا هجرت بقى، راحت في حتة احنا ما نعرفهاش. فأصبحت حلية في تاج رضوان. ده أصبحت حلية في تاج ايه؟ في تاج واحد تاني، اللي هو مين؟ رضوان، اللي هو ايه؟ اللي هو حارس الجنة. طبعا كده بانت. هل هو كده بيحقرها؟ طبعا مش معقولة يحقرها ويقول لها يا ضرة، ولا هو بيتمنى، ولا هو بينبهها. يبقى هو ايه؟ تحسر. لحد كده، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس ده كويس قوي. لو في اي حاجه زي ما قلت كده اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا معاكم مش هسيبكم. لو عجبك الشرح او عاوزين حل زياده اعمل لي سبسكرايب. ولو في اي حاجه زي ما قلت لك على الواتساب او في التعليقات. والله الموفق والمستعان. ربنا يا رب يوفقكم كلكم وينجحكم، وانا معاكم لحد الاخر ان شاء الله. وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء. السلام عليكم.